السلام عليكم، معكم سالم من قناة بي اس شامو. مقطع اليوم مو زي مقطع اليوم في بودابست. بختصر لكم رحلتي في مقطع واحد، بقول لكم كل شيء تحتاجوا تعرفوه عن المدينة، عن أكلها وشعبها وفعالياتها، أو ممكن حتى شوية من تاريخها. وقبل بداية المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك. خليكم مع المقطع. في البداية ممكن تسأل ليش بودابست وفين بودابست؟ بودابست مدينة مكانها هنغاريا أو المجر، وهي العاصمة، وهي في الأصل مدينتين، مدينة بودا ومدينة بست، من اسمها يعني ما يحتاج. وكان يفصلهم الدانوب، مو السوبر ماركت، لا قصدي نهر الدانوب. ركز معايا بالله وصحصح، هذا نهر الدانوب. المهم كان الدانوب يفصلهم، لكن في بداية القرن 19 تم بناء الجسر وصارت مدينة واحدة، وسموها في الأخير بودابست. ما تعبوا نفسهم في الاسم ولا شيء. يعني ما احتاج اقول يعني هي دولة مرة باردة، مرة بزيادة. درجة الحرارة تقريبا -4 او -5 او -25، والله ماني داري، مرة برد. احنا الحين في قرية الصيادين. هي في الأساس لا هي قرية ولا هي قلعة على الصيادين، هي في الأساس مكان للمراقبة، وسموها حصن أو قرية الصيادين بسبب أن الصيادين كانوا يحموا هذه المنطقة من المدينة. القلعة هذه من الأماكن التراثية في المدينة، وفيها برضه كافيهات وفيها أماكن حلوة للتصوير. يعني يمديك تطلع هنا الحصن وتشوف المدينة كاملة من فوق. وهذه واحدة من الفعاليات اللي موجودة في منطقة بودا. بعد ما تقطع الجسر تيجي هنا تشتري تذاكر، تطلع مع القطار وتطلع فوق تشوف المدينة من فوق. تقدر تشوف الجسر من هنا وتشوف الجهة الثانية اللي هي جهة بيست، والجهة هذه جهة بودا. وفي برضه عندك قصر بودا موجود فوق، تقدر تشوفه، تشتري تذاكر، بس تذاكر ثانية تكون منفصلة، وتخش تتفرج. بس المنطقة فوق رايقة، تقدر تشوف المدينة كلها، تشرب لك قهوة، تروق. بس الجو بارد ما يخليك تروق يعني الصراحة مرة. دخلنا الكوفي عشان نتدفى. درجة الحرارة برا -7، مرة برد. في البرد هذا تحتاج تلبس طبقة واثنين وثلاثة وأربعة. ولا ايش رايك يا جاسم؟ وهذا قصر بودا إذا ما خاب ظني، يعني من متأكد الصراحة. شكله فكك ما خش. 5 minutes later. طبعا دخلنا قصر بودا، وهذا أول ما تخش حتلقاه في وجهك. هو اسمه قصر بودا، بس بودا ما له صلاح، ما يعبدوا ترى. هذه الرسمة رسمها الفنان الإسباني والله بفتي الصراحة. هذه الرسمة رسمها دافنشي عام 2011. امشي وراي. والله الرسمات حلوة الصراحة، ماني عارف مين هذولا، يعني أكيد ما بعرف. القصر إلى الآن عبارة عن لوح رسمات فنانين كثير، برضو في مجسمات، بس لاحظت عندهم الإضاءة ضعيفة، يعني ماني عارف ليه، توفير كهرباء. قصر بودا هو عبارة عن زي المتحف مقسم إلى حاجتين لين دحين أنا شايف، اللي هي المجسمات، وعندنا برضو غرف زي كذا فيها لوح، كلها لوح ورسمات وأشياء في الأغلب مسيحية، رؤساء يمكن، الله أعلم. طيب عندنا الصورة هذه لها قصة مشهورة، قريتها هنا مكتوب بالهنغاري بس أنا أفهم ما عليكم. المهم اللي فهمته إنه هذه الملكة ماتت. مين قتلها؟ هذه أختها. ليه؟ حسد، تبى تاخذ مكانها. يا أخي حسد الحريم، يا أخي سبحان الله. القسم هذا عبارة عن أشياء ذهبية كذا، نفس اللي حق الحرم اللي عندنا، هم عندهم بس أشياء مسيحية ما لنا صلاح فيها. خلينا نتكلم شوي عن تاريخ المدينة. تاريخ المدينة كله عبارة عن احتلال في احتلال. في البداية كانوا تابعين للروم، بعدين احتلوهم القوط الشرقيين، بعدها احتلوهم اثنين زيادة والله ماني عارف مين، بعدها استقلوا أخيرا بس ما طوروا للأسف. جاهم المغول، بعدها احتلوهم العثمانيين، بعدين احتلوهم النمسا، بعدها أخيرا استقلوا خلاص، من جد استقلوا وصاروا دولة المجر أو هنغاريا. بس ما طوروا للأسف. بعدها جت الحرب العالمية الأولى واحتلوهم الألمانيين، جت الحرب العالمية الثانية واحتلوهم الروس، وبعدها خلاص استقلوا وصارت دولة مستقلة للمرة 52 يمكن، بعدها خلاص ما عاد أحد احتلهم. طبعا هذا قصر بودا بعد ما خلصنا منه، الصراحة تجربة يعني
حلوة بس مو مرة تستاهل. إذا تحب المتاحف وتحب الأشياء هذه فخش تفرج، إذا مو مرة جوك عادي أطلع فوق، يكفي إنك تتمشى فوق وتشوف الجو وتشوف المدينة من فوق. والمدينة في الليل ناسبتني أكثر من الصباح، اللمبات رايقة والدنيا أروق، بس البرد مو أروق. هذا زي ما أنتم شايفين نهر الدانوب في الليل، صراحة اللمبات اللي فيه مرة حلوة، بس البحر دحين مثلج، نصه ثلج، مو البحر النهر نصه مثلج من كثر البرودة، واحنا مثلجين برضه. في برضه سفن يمين ويسار يمديك تركب وتاخذ لفة تتمشى، وتجربة حلوة وتستاهل، أنصحكم فيها. عندنا هذا الشارع واحد من المناطق السياحية اللي موجودة في المدينة، اسمه فاشن ستريت، وكله عبارة عن محلات، وأغلب المحلات تفتح من الصباح وتقفل تقريبا على 9 8، من محل لمحل تفرق. عندكم مطاعم كافيهات هنا طول الشارع، عندكم تتمشوا تجلسوا تشربوا قهوة تروقوا، وعندكم لو تبوا تفطروا هنا في أنا كافيه. الكوفي هذا قد فطرنا فيه له، الفطور حقهم كان حلو بس المنيو مو مرة كثير، بس الأكل كان عندهم خفيف وحلو، ينفع حق فطور وتجلس فيه وتروق. الكوفي هذا مشهور ومعروف في بودابست. إذا كنتوا ساكنين قريب من هنا الشارع يستاهل الزيارة الصراحة. من الأماكن اللي لازم تزورها أوتلت بريمير. هذا واحد من أكبر الأوتلتات اللي هنا، في أكثر من 150 محل عالمي ومحلي. عشان تجي يبغى لك تاكسي أو تجي مع الباص، لأن المكان بعيد شوية، يبغى لك 30 دقيقة. وبرضه في مطاعم وكافيهات وفي أماكن تستريح فيها. في ماركات عالمية كثير زي نايك واديداس وجيس كلفين كلاين، واي شيء تبغاه وتحتاجه ان شاء الله انه موجود هنا. جينا دحين نجرب كريب من الاوتلت، هي صح اسمها هوت دوغ بس عندهم كريب، يعني ماني عارف كيف والله الصراحه. ثانك يو. هذا الكريب خلاص استلمناه، بس مشكلته الوحيده انه مو مقطع، فما له الا كذا، وعندك 5 دقائق تاكله بعدها حيبرد وحيتجمد. ميزته الوحيده انه حيدفيك لانه حار، بس طعمه بايخ والله. ما انصحكم تجربوه. وفي برضه في الاوتلت العاب حق اطفال، لو تحطوا اطفالكم تقعدوا تتمشوا وتقضوا زي ما تبوا. في العاب هنا برضه بس ماني داري كيف يلعبوا، والدنيا كلها ثلج. المتحف هذا كنا ماشيين ولقينا بالصدفة قلنا نخش. المتحف حلو بس مو مرة كبير، هو عبارة عن في كل مكان فيه بروجيكتور وشاشات وأشياء إلكترونية، فيه حساسات باللمس. المكان حلو يستاهل التجربة لو إنك جنبه، بس ما يستاهل إنك تحطه في الجدول وتجي وتتعنى عشانه. والمكان مشهور شوية عندهم، سعر التذكرة كان 6900، تذاكر الأطفال كانت ب 4400. المكان حلو للتصوير، تجي تاخذ لك كم صورة هنا وتمشي. ولقينا محل الكوكيز هذا وقلنا لازم نخش نجربه. أخذت من عندهم هذا بالنوتيلا، يعني أنا مرة بيسك الصراحة، ودحين بتجرب ونقيم. بسم الله. طعمه مرة حلو مرة لذيذ، ما قد جربت كوكيز زي كذا، بس ثقيل ثقيل كأنه وجبة مرة ثقيل. هذه أول لقمة مرة ثقيل، بس إنه والله مرة حلو. لو كنت تتمشى في الشارع هذا وشفت المحل يبالك تيجي تمر وتاخذ. وكذا وصلنا نهاية رحلتنا في هذه السفرة، بس قبل ما ننهي في سؤال مهم لازم نجاوب عليه، هل بودابست تستاهل الزيارة؟ خلينا نرجع ورا شوية. بتكلم لكم شوي عن فندقنا. هذا الفندق اللي سكننا فيه له اسمه يورو ستارز امباسادور. الفندق نفسه حلو، وفي له نادي، في له ساونا، في له فطور، في له يعني اشياء كثير. النادي مو مرة بس انه يؤدي الغرض، والفعاليات قريبة منه، اغلبها يعني ربع ساعة مشي 10 دقائق. في محلات فطور برضه حلوة جربناها قريبة من هنا. في عندك محل 26 رستورانت، فطورهم حلو، عندهم غدا والجلسات فيه له حلوة، كله اشجار ومحل كبير يفتح النفس. وفي برضه انا كافيه،
مكان صغير وملموم وحلو، عنده فطور. وفي برضه قريب شوية يمكن ربع ساعة أو أكثر نيويورك كافي، مكان كبير وفخم ويعتبر شوية غالي، أصلا الأسعار عندهم باليورو، وفي له عرض بيانو ويعزفوا كمان. مكان كبير وحلو، بس الانتظار فيه يمكن يكون شوية طويل، ربع ساعة حسب الزحمة. وفي برضه من المطاعم اللي جربناها سيمونز برجر، هم مشهورين بالسماش برجر، والمكان الجلسة رايقة وحلوة. جربنا من عنده هذا الطلب، كان مرة طعم الصراحة، كانت تجربة حلوة. وعندي برضه كم نصيحة للي بده يجي: إذا بتجي لا تجي لين بودابست لحالها، خذ لك كم يوم في بودابست، 3 4 بالكثير، وبعدها كمل خذ بالقطار روح أي مكان في أوروبا، في مدن كثير قريبة وتروحها وتتمشى مرة واحدة. والشعب هنا طيب ومحترم واغلبهم يتكلموا انجليزي، والاماكن حلوه والنفوس طيب. وخلي في بالك يمكن تسمع كلام كثير انه بودابست رخيصه رخيصه رخيصه، ارخص مدينه في اوروبا. ما هي رخيصه، اسعارها كويسه يعني، في اماكن غاليه في اماكن رخيصه زيها زي اي بلد. بعد ما رجعنا ورا شويه اكتب لي في الكومنتات هل تستاهل، هل حتزورها ولا لا. بس كذا وصلنا المقطع، لا تنسى اللايك والاشتراك، واكتب لهم في التعليقات وين تتوقع المقطع الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامه.